لما جيت اتكلمت امبارح عن موضوع يعني ايه الفكرة في ان اقتصاد مصر بيقع بسبب الحرب اللي حاصلة، واحنا اساسا ملناش علاقة يعني بالحرب دي بأي شيء. لا احنا بنحارب ولا احنا بنضرب ولا بنتضرب ولا بنساعد ولا بنعمل حاجة، احنا بس اقتصادنا بيقع. ففي يعني ناس كده محترمة أفاضل دخلوا علقوا بيوضحوا الأمر. اللي يقولك أصل مصر يعني اقتصادها اقتصاد مستقل غير الدول التانية دي، يعني اقتصادها متحد مع دول تانية فعشان كده ما تأثرتش قوي. وفي اللي جه كلمني اصل احنا بنستورد البترول فطبيعي ان البترول يعني سعره بيرتفع عالميا، فبالتالي السعر عندك هيرتفع، وطبعا بالتدريج كل حاجة ترتفع على هذا الايه السبب. يعني طبعا كل حاجة انت بقى يعني داخل فيها فكرة نقل واي حاجة بقى، يعني في الاخر ايه بتتعامل انت فيها، داخل فيها فكرة البترول او البنزين او كده هو هتتأثر بالتبعية. فتمام ماشي، انا معاك في كل اللي حضرتك بتقوله دهوت، بس يا ترى احنا عندنا لما البنزين او البترول بمعنى اصح يعني لما عالميا سعره بينزل، هل عندك هنا في مصر بينزل؟ انا عايزك بس تجاوبني انت على السؤال دهوت. انا ما عنديش مشكلة لما هو عالميا بيرتفع، فطبيعي عندك داخلين هيرتفع، تمام. طب بقى لما عالميا بينخفض، انت بتنخفض عندك حاجة؟ لا. طيب لما هو لا، طب الفرق السعر ده هو رايح فين؟ داخل في جيب مين؟